سيطرت المقاومة الشعبية بمحافظة عدن في جنوب اليمن على مطار عدن الدولي ومعسكرات قوات الأمن الخاصة والمخابرات والشرطة في إطار عملية أطلق عليها السهم الذهبي. وقال المركز الإعلامي للمقاومة أن المقاومة شنت هجوما من 3 جبهات هي الطريق البحري والعصيمي والعريش، وتمكنت من السيطرة على مديرية خور مكسر. كما قامت المقاومة بقطع خطوط الإمدادات القادمة للحوثيين من طريق أبين، وتقوم المقاومة بعملية تمشيط للجيوب المتبقية من ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح في أحياء المديرية. وذكرت مصادر أن عشرات من ميليشيا الحوثي وقوات صالح بجزيرة العمال ومعسكر خفر السواحل وغيرها طلبوا العفو مقابل خروج آمن لهم من عدن. هذه العملية تعد العملية الأبرز والأكبر، ويعد انتصار اليوم هو الانتصار الأكبر والأبرز للمقاومة هنا في عدن وكذلك الجيش الموالي للشرعية، إذ تقدمت قوات من المقاومة مسنودة بالجيش الموالي للشرعية تصحبها مصفحات عسكرية كبيرة وأيضا أعداد كبيرة من الآليات العسكرية اقتحمت من عدة جهات منطقة العريش وكذلك منطقة مطار عدن، وتمكنت بمساندة من الطيران من السيطرة الكاملة على مطار عدن وكذلك على طريق العريش وقطع إمدادات الحوثيين من ذلك الطريق، كما تمكنت من تحرير أجزاء واسعة من خور مكسر، ولم يتبقى إلا بعض فلول الحوثيين في أطراف من خور مكسر. هناك أيضا تصريحات لقائد تلك الجبهة الذي قاد اليوم العملية وهو اللواء محمود الصبيحي أو اللواء عبد الله الصبيحي الذي قاد الجبهة هذا اليوم، أكد أن اليومين القادمين سوف يتم تحرير باقي مناطق عدن، كما دعا ميليشيات الحوثي للاستسلام، وأكد أنه ليس هناك طريق أمام هذه الميليشيات إلا الاستسلام، لأن المقاومة تحاصرها من جميع الاتجاهات والطيران يرقب أي تحركات للحوثيين. هناك هروب بشكل كبير من الحوثيين نحو مناطق كريتر والتواهي، وهي باقي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إلا أن المقاومة تقول أنها سوف تتقدم خلال الساعات القادمة لتطهير باقي مناطق عدن. انتصار اليوم يعد نصرا كبيرا عظيما للمقاومة والجيش الموالي للشرعية، لأنه تحرير مطار عدن، تقطع إمدادات الحوثيين من جهة العريش وساحل أبين، وهو الطريق الرئيس الذي يعتمد عليه الحوثيون في إيصال إمداداتهم. من تبقى من الحوثيين في مناطق كريتر والتواهي والمعلى يعد الآن محاصرا، لأن المقاومة سيطرت على الطريق البحري وكذلك طريق العريش المؤدي إلى تلك المناطق، وأيضا الطيران يرقب أي تحركات للحوثيين. لذلك ليس أمام الحوثيين الآن إلا أن يستسلموا أو أن يواجهوا حتى النهاية، وهو مصير محتوم لهم هذه خلال الساعات القادمة والأيام القادمة. أشكرك جزيلا الصحفي ياسر حسن، كنت معنا من عدن.